أهلا وسهلا في يوميات النجوم. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم للاعب كريستيانو رونالدو مع النصر، يظهر ردة فعله على جماهير نادي الهلال بعد خسارتهم بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. بعد انتهاء المباراة ومع خروج كريستيانو رونالدو من الملعب متوجها إلى غرفة تبديل الملابس، بدأت الجماهير الهلالية بهتف اسم ميسي في وجهه لاستفزازه، ليرد عليهم رونالدو بتلك الطريقة الغير أخلاقية كما في الفيديو. كما نشر الرفاعي نصا من لوائح لجنة الانضباط، وتحديدا المادة 48، والتي تنص على إيقاف أي لاعب لمباراتين مع تغريمه 20,000 ريال حال قيامه بإشارات بذيئة اتجاه المنافس. فما رأيكم بهذا التصرف؟ شكرا جزيلا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، وإلى اللقاء.